طيب بما أن تكررت الأسئلة كثير عن صلاة الوتر بختصر لك الموضوع في هذا المقطع وأتمنى أنه يفيدك. إذا كان هذا الموضوع يهمك احفظ المقطع عندك عشان ترجع له بعدين. رقم 1، إيش هي صلاة الوتر؟ صلاة الوتر هي سنة كان يختم بها النبي صلى الله عليه وسلم يومه متقربا بها إلى الله. رقم 2، متى يبدأ وقت صلاة الوتر؟ يبدأ وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء مباشرة حتى أذان صلاة الفجر، والوقت قدامك مفتوح عادي تصلي في أي وقت يناسبك وتقدر تلتزم فيه. رقم 3، كم عدد الركعات اللي لازم أصليها في صلاة الوتر؟ ما في عدد ركعات إجباري، لكن أقل عدد ركعات لصلاة الوتر هو ركعة. تخيل ركعة واحدة هو يعتبر صلاة وتر في أي وقت أنت تقدر تختاره من بعد صلاة العشاء إلى وقت صلاة الفجر. والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن أنا وأنت يمكن ما نقدر نلتزم بهذا الشيء، فعشان كذا نقول أقلها ركعة ونقدر أنا وأنت نصليها 3 ركعات. طيب رقم 4، إذا كنت أنا وأنت بنصليها 3 ركعات إيش الصفة وإيش الطريقة؟ صفة صلاة الوتر بكل اختصار صلاة عادية، تصلي ركعتين بعدين ركعة منفصلة. الركعتين الأولى إيش تقرأ فيها؟ تقرأ في الركعة الأولى سورة الأعلى، الركعة الثانية سورة الكافرون، بعدين تسلم تقوم للركعة اللي بعدها الركعة الأخيرة اللي هي منفردة تقرأ فيها سورة الإخلاص، بعدين تركع، بعدين تقوم من الركوع وتدعو الله بما شئت، ثم تسجد وتكمل صلاتك. رقم 5، أنا ماني حافظ سورة الأعلى، إيش أقرأ؟ الوضع مو واجب، عادي تقرأ أي سورة تقدر تقرأها تقدر تحفظها في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، وتقرأ سورة الإخلاص في الركعة الثالثة ثم تدعو الله بما شئت. طيب يا إبراهيم لازم أدعي؟ أنا ما أعرف أدعي. مو لازم تدعي، لكن أخرج ما في صدرك إلى الله سبحانه وتعالى والله يتكفل بالدعوات. رقم 6، أفضل أصليها بعد صلاة العشاء ولا أفضل أصليها آخر الليل؟ الأمر يعتمد عليك وعلى التزامك. تقدر تصليها آخر الليل هذا أفضل، لأن الله سبحانه وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا بصفة تليق بجلاله، فالأمر أقرب إلى الله سبحانه وتعالى في آخر الليل. لكن إذا كنت ما تقدر أو تكون نايم صلها بعد العشاء واضمن أنك تصليها. رقم 7، إيش الفرق بين قيام الليل والشفع والوتر؟ قيام الليل هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مثنى مثنى، يعني ركعتين 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 ركعتين، عشان كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في السنة يقوم الليل ب11 ركعة أو 13 ركعة، اللي هي ركعتين ركعتين ركعتين، ثم يختمها بالشفع اللي هي الركعتين اللي قلنا نقرأ فيها سورة الأعلى والكافرون وعادي تقرأ فيها أي شيء ثاني، والوتر اللي هي الركعة المفردة. إذا الوتر ركعة مفردة، الشفع الركعتين اللي قبل الركعة المفردة، قيام الليل هي ما تطوعت من الركعات قبلها. واضح؟ رقم 8، لا تصعب على نفسك الموضوع. إذا ما تقدر تصلي 11 ركعة 13 ركعة عادي تصلي ركعتين بعدين ركعة. إذا ما تقدر على 3 ركعات عادي تصلي ركعة واحدة. المهم لا تحرم نفسك هذا الفضل. وبس، الله يسعدكم.